عشان احنا كمصريين بنحب نحط التاتش بتاعنا. اقسم بالله لو ما حطينا التاتش بتاعنا كان نزعل. وانا بدور كده كتبت على جوجل اشطر ساحر في مصر او اشهر ساحر في مصر، وانا كان في نيتي ان هو مثلا ايه، الساحر اللي هو بيجيب الحاجات الفاضيه دي كده مثلا. ايه رايك في الشنطه الجديده دي الاول؟ المهم يا سيدي، راح حبوا يعملوا فيلم عدل ينتقم. فعدل ينتقم اتعمل قبليه افلام رعب كتير زي اللي كانت بقى في امريكا والانس والجن او غيره، ايا كان بقى التواريخ. مش هدور على تواريخ الافلام دي بصراحه. المهم يا سيدي، لما جم عملوا فيلم عادل ينتقم للنجم عزت العلاء، ولكن المخرج ياسين اسماعيل ياسين كان ليه رأي تاني وكان ليه قرار تاني ان هو برضه يحط ايه، التاتش بتاعه. فلما جه يحط التاتش بتاعه قال لك بس المشهد اللي انا هعمله ده اللي محتاج دجال ده مش هيعمله ممثل، انا هروح اجيب دجال بحق وحقيقي. وبالفعل راح جاب اشهر دجالين العصر السيد الحسيني. قال له يا عم السيد احنا عايزين نعمل مشهد رعب في دجل وشعوذه بس من غير كلام حقيقي، عشان المشاهد يحس ان هو ايه، الموضوع قشطه تمام يعني.